السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم اللمبه الجاز الجميله دي من الخرز. فكرتها سهله وبسيطه ومش هتكلفك كتير. انا استخدمت خرز مقاس 6 علشان اعمل الحجم الصغير ده، وممكن تستخدمي مقاس 8 او 10 حسب الحجم اللي انت عايزاه. بستخدم لونين من الخرز، اللون الاورنج والاصفر، ومعايا قصافه وخيط مقاس 60 لان الفتحه بتاعت الخرز واسعه. فبجيب متر من الخيط وبدخل فيه 6 خرزات من اللون الاورنج، واجي على اخر خرزة دخلت فيها ارجع تاني الخيط بالشكل ده، يكون عندي دايرة من الخيط. اجيب طرف الخيط التاني وادخله في قلب الدايرة دي واشد الخيطين مع بعض، فبيكون في عقدة لازم ادخلها في قلب الخرزة عشان الشغل بتاعي يبقى متماسك. بجيب طرف الخيط اليمين بدخل فيه 3 خرزات من اللون الاصفر، هعمل الدور ده رباع على 1، وباجي على اخر خرزة ادخل تاني فيها الخيط بالشكل ده، وطرف الخيط التاني الشمال بدخله في قلب الدايرة دي واشد الخيطين مع بعض، والعقدة احاول ادخلها في قلب الخرزة علشان يكون الشغل جامد. بلف حوالين اللون الاورنج ده داير ما يدور، في كل مرة بدخل طرف الخيط اللي تحت او الشمال في خرزة من اللون الاورنج، وطرف الخيط اللي فوق بعمله رباع على 1. انا كده عندي بين الخيطين خرزة اصفر وخرزة اورنج، كده 2. فباخد خرزتين من اللون الاصفر، وكده يبقى عدد الخرزات 4. وبقفل الحلقة بنفس الطريقة، ادخل الخيط في اخر خرزة واكون حلقة من الخيط، اجيب طرف الخيط التاني وادخله في قلب الحلقة دي واشد الخيطين جامد مع بعض. بكمل داير ما يدور حوالين اللون الاورنج، كل مرة بدخل الخيط اللي تحت في خرزة من حلقة البداية، اما الخيط اللي فوق فبدخل فيه خرزتين من اللون الاصفر عشان العدد كده يبقى 4. بكمل الدور بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لاخر حلقة. دخلت الخيط اللي تحت في الخرزة الاورنج، وبطلع كمان في الخرزة الصفراء اللي جنبها اللي فوقيها عشان اقفل الحلقة. كده بين الخيطين 3 خرزات، محتاجة خرزة واحدة بس عشان يبقوا 4. وبقفل الدور الاول او السطر الاول. السطر التاني بنفس الطريقة، بجيب طرف الخيط اليمين ادخل فيه 3 خرزات من اللون الاصفر عشان برضو رباع على 1. الطريقة سهلة جدا. الاسطر دي كلها اللي في البداية اول 5 سطور بشتغلهم رباع على 1. هوريكم السطر ده وبعد كده هنكمل باقي السطور لوحدنا عشان ما اطولش عليكم في وقت الفيديو. بدخل طرف الخيط اللي تحت في خرزة من اللون الاصفر، والطرف اللي فوق محتاجة خرزتين عشان يبقى العدد 4. وبقفل الحلقة وبنفس الطريقة بكمل السطر ده رباع على 1. بكمل بعد كده بعمل 5 سطور بالشكل ده، وبعد كده بعمل خماسي على 1. باخد 4 خرزات من اللون الاصفر. انا كده قفلت السطور ال5 بالشكل ده. السطر اللي بعده قلنا خماسي على 1، باخد 4 خرزات من اللون الاصفر في طرف الخيط اليمين، وبقفل الحلقة
بنفس الطريقة بتاعتنا المعتادة، وبدخل طرف الخيط اللي تحت في خرزة من الاصفر كده ما بين الخيطين خرزتين، فمحتاجة 3 خرزات بس عشان الحلقة تبقى ايه خماسية. الخيط طبعا قرب يخلص معايا، بدخل الخيط في حوالي 4-5 خرزات من الخرز اللي بيبقى ايه جنب الخرزة اللي بشتغل بيها عشان الشغل بتاعي ما يفكش. وبعد كده بجيب خيط جديد، انا دلوقتي بدخله في الخرزات زي ما انتم شايفين، وهوريكم ازاي ادخل لو خيط جديد ادخله ازاي. بجيب برضو حوالي متر من الخيط وادخله في الخرزتين اللي كان فيهم الخيط، ايوه دي واللي تحتها. وعشان اقفل الحلقة دي بطلع كمان في الخرزة اللي فوقيهم كده، انا محتاجة خرزتين بس عشان الحلقة تبقى ايه خماسية. كده السطر ايه السادس خماسي على 1. السطر السابع بيبقى 7 على 2. شايفين الخرزتين اللي واخدين شكل حرف التي اللي جنب بعض او شكل في لفوق كده، بدخل الخيط ايه فيهم. الخيط بيبقى في خرزة واحدة بدخله بالخرزة التانية، وباخد في طرف الخيط اليمين كمان 5 خرزات عشان يبقى عددهم 7. انا بشتغل دلوقتي كل الجزء اللي فوق باللون الاصفر، الحلقة الاولى بس اللي اشتغلتها باللون الاورنج بالشكل ده. وبدخل طرف الخيط الشمالي اللي تحت في الخرزتين اللي واخدين شكل حرف الفي او 7، وطرف الخيط اللي فوق كده بقى بين الخيطين عندي 3 خرزات، محتاجة 4 بس عشان الحلقة تبقى 7 على 2. بنفس الطريقة بكمل الدور ده. في كل مرة بدخل طرف الخيط اللي تحت في خرزتين اللي جنب بعض، وطرف الخيط اللي فوق باخد فيه 4 خرزات علشان العدد يبقى كام 7. بكمل الدور كله بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لاخر حلقة. بعد ما ادخل طرف الخيط اللي تحت في الخرزتين اللي واخدين شكل حرف الفي، بطلع كمان في الخرزة اللي فوقيهم بالشكل ده علشان اقفل الدور او السطر كده. انا محتاجة بس 3 خرزات عشان العدد يبقى 7، وبنقفل الدور ده. الدور اللي بعده الدور الثامن او السطر الثامن بعمله خماسي على 1 وسداسي على 2. يعني انا دخلت دلوقتي الخيط بين خرزتين اللي واخدين شكل حرف التي او 7 فوق، وباخد في طرف الخيط اليمين 4 خرزات عشان العدد يبقى 6، وبقفل الحلقة. هلاقي بعد كده جنبهم خرزة لوحدها، ايوه في السطر ده. فبدخل طرف الخيط في الخرزة دي اللي تحت، وطرف الخيط اللي فوق عشان اعملها خماسي على 1 هحتاج فيه 3 خرزات. كده بشتغل حلقة خماسي سداسي على 2 وحلقة خماسي على 1. عملت كده واحدة 6 على 2 واللي بعدها 5 على 1، اللي بعدها اشتغلها سداسي على 2. بدخل طرف الخيط اللي تحت في الخرزتين اللي واخدين شكل الفي، وطرف الخيط اللي فوق كده انا محتاجة 3 خرزات. يعني معنى كده ان في كل مرة في طرف الخيط اللي فوق باخد 3 خرزات بس، اما بالنسبة للخيط اللي تحت بدخله مرة في خرزة واحدة ومرة في خرزتين اللي واخدين ايه شكل 7. بكمل الدور كله بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لاخر حلقة.
الحلقة اللي قبل الأخيرة زي ما انتم شايفين أنا بشتغلها سداسي على 2. دخلت الخيط اللي تحت في الخرزتين، والخيط اللي فوق باخد فيه 3 خرزات واقفل الحلقة. اما الحلقة اللي بعدها فاعملها خماسي على 1، طرف الخيط اللي تحت في خرزة، وبطلع كمان في الخرزة اللي فوقيها كده بقى بين الخيطين 3 خرزات. محتاجة عشان العدد 5 خرزتين بس عشان نقفل الدور. يبقى انا كده اول 5 سطور عملتهم رباعي على 1، والسطر السادس عملته خماسي على 1، السطر السابع عملته سباعي على 2، والسطر الثامن عملته سداسي على 2 وخماسي على 1. السطر اللي بعده بعمله كله سداسي على 2 بعد ما ادخل طرفين الخيط في خرزتين اللي واخدين شكل حرف التي. باخد في اول خيط 4 خرزات من اللون الاصفر عشان العدد يبقى 6، وبدخل طرف الخيط اللي تحت في الخرزتين اللي جنب بعض، وطرف الخيط اللي فوق باخد فيه 3 خرزات بس عشان العدد يبقى 6. طريقتها سهلة ما فيهاش اي حاجة، وعلى فكرة تنفع مشروع مربح جدا كديكورات، وبالذات لو عملتها كمان من اللولي هتبقى اقيم. بكمل الدور كله بنفس الطريقة. بعد كده انا بعمل الدور خماسي على 2 عشان اضيق الشغل ده. طبعا اخر حلقة خالص باخد فيها خرزتين بس من اللون الاصفر عشان العدد يبقى 6، وابدأ الدور اللي بعده خماسي على 2، طرف الخيط بين الخرزتين اللي واخدين شكل حرف التي، وطرف الخيط اليمين باخد فيه في الاول 3 خرزات وبقفل الحلقة. الحلقة اللي بعدها بدخل طرف الخيط اللي تحت في الخرزتين اللي جنب بعض، وطرف الخيط اللي فوق باخد فيه خرزتين 2 بس عشان العدد يبقى 5. كده انا بضيق الشغل بتاعي. هتلاحظوا دلوقتي ان الشغل بدأ يضيق من تحت. بكمل الدور كله بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لاخر حلقة. طبعا انتوا عارفين ان انا بقلل الخرز في اخر حلقة، بقلل خرزة واحدة، بدخل طرف الخيط اللي تحت في خرزة الاخيرة وبطلع في الخرزة اللي فوقيها. كده انا محتاجة يدوب خرزة واحدة بس عشان اقفل الدور ده. الدور اللي بعده بعمله خماسي على 1، باخد في اول حلقة 4 خرزات من اللون الاصفر، وبدخل طرف الخيط في خرزة واحدة، وبدخل بعد كده في طرف الخيط اليمين 3 خرزات عشان العدد يبقى 5. انا كده بضيق الشغل خالص عشان اعمل الجزء العلوي من اللمبة. بكمل بنفس الطريقة كل مرة، بدخل طرف الخيط اللي تحت في خرزة واحدة، وطرف الخيط اللي فوق
باخد فيه 3 خرزات لغاية ما اوصل لاخر حلقة، باخد فيها خرزتين بس. بعد طبعا الطرف شايفين هو الشغل بيغلب شوية، فبحاول اوسع الخرز عشان ادخل فيه الخيط، وبحتاج يدوب خرزة واحدة عشان اقفل الشغل بتاعي. كده انا خلصت الجزء اللي فوق، اشتغلته باللون الاصفر. الجزء اللي تحت هشتغله باللون الاورنج. بعمل اول حلقة من الجزء اللي تحت خماسي على واحد، بدخل طرف الخيط في خرزة من الاصفر، وطرف الخيط التاني خدت فيه 4 خرزات من اللون الاورنج، وبقفل الحلقة كويس. الحلقة اللي بعدها بدخل طرف الخيط اللي تحت في خرزة صفرة، بحاول اوسع عشان الشغل ضيق في الجزء ده، وباخد 3 خرزات من اللون الاورنج عشان العدد يبقى 5. بلاحظ ان الجزء اللي تحت بحاول اعمله بنفس الشكل بتاع الجزء اللي فوق. هنشوف دلوقتي من خلال الشغل. جيت على اخر حلقة بعد ما دخلت طرف الخيط اللي تحت في الخرزتين، الخرزة الصفرة والخرزة اللي فوقيها، باخد خرزتين من اللون الاورنج عشان اقفل الدور. السطر اللي بعده بعمله سباع على 2، باخد الخرزتين اللي واخدين شكل حرف التي، بدخل فيهم الخيط، يبقى الخيط بين خرزتين. محتاجة 5 خرزات علشان العدد يبقى 7. يعني انا دلوقتي بكرر الادوار بترتيب معين، وبقفل كده الحلقة الاولى. تاني حلقة طبعا هقلل الخرز واحدة، بجيب طرف الخيط اللي تحت ادخله في الخرزتين اللي واخدين شكل حرف التي، وطرف الخيط اللي فوق محتاجة 4 خرزات بس من اللون الاورنج. وبقفل الحلقة التانية، بكمل الدور كله بنفس الطريقة. بدخل طرف الخيط اللي تحت في الخرزتين، وبعد كده باخد 4 خرزات. دي اخر حلقة. بعد ما دخلت في الخرزتين اللي تحت بدخل كمان، بطلع في الخرزة اللي فوقيهم كده. الخيط بقى بين 4 خرزات. محتاجة في طرف الخيط اليمين 3 خرزات عشان العدد يبقى 7. الدور اللي بعده بشتغله سداسي على 2، بدخل طرف الخيط اللي تحت في الخرزتين اللي واخدين شكل حرف التي، والخيط اليمين باخد فيه 4 خرزات. طبعا سداسي على 2 وخماسي على 1. دي اول حلقة 6 على 2. خدت 4 خرزات عشان الحلقة الاولى في السطر، وبدخل طرف الخيط اللي تحت في الخرزة اللي بعدهم بس كده. بقى بين الخيطين خرزتين، فمحتاجة 3 خرزات عشان العدد يبقى 5. يبقى سداسي على 2 وخماسي على 1 زي ما عملنا قبل كده. والحلقة اللي بعدها سداسي على 2، طرف الخيط اللي تحت بدخله في الخرزتين اللي واخدين شكل حرف التي، وهاخد في طرف الخيط اللي فوق 3 خرزات. بكمل الدور ده كله بنفس الطريقة لغاية طبعا ما اوصل لاخر حلقة
قلنا بنعمل اخر حاجة خماسي على واحد، بدخل طرف الخيط اللي تحت في خرزة واحدة وبطلع في الخرزة اللي فوقيها. طبعا دي الحلقة اللي هي سداسي على 2، خدت 3 خرزات. الحلقة اللي قبل الأخيرة، الحلقة الأخيرة بدخل طرف الخيط اللي تحت في الخرزة اللي تحت وبطلع في الخرزة اللي فوقيها. كده أنا محتاجة خرزتين بس عشان أكمل لعدد 5. كده خماسي على 2. بقفل السطر اللي بعده سداسي على 2. طبعا زي ما انتوا عارفين بدخل طرف الخيط اللي تحت في خرزتين شكل حرف التي، وخدت 4 خرزات في حلقة البداية. الحلقة اللي بعدها بندخل بالخيط اللي تحت في الخرزتين، والخيط اللي فوق محتاجة ل3 خرزات بس عشان العدد يكمل 6. يعني ادام عملت الجزء اللي فوق بلاقي الجزء اللي تحت سهل جدا مفهوش اي صعوبة. بكرر نفس الادوار عشان الشكل اللي انا عايزاه. بكمل الدور بنفس الطريقة، كل مرة باخد 3 خرزات لغاية ما اوصل لاخر حلقة. الحلقة الاخيرة طرف الخيط اللي تحت بيدخل في الخرزتين اللي واخدين شكل حرف التي وبطلع في الخرزة اللي فوقيهم. كده انا محتاجة خرزتين بس عشان العدد يكمل 6. وبكده نهيت الدور اللي قبل الاخير. بالنسبة للدور الاخير بعمله خماسي على 2 عشان اضيق الشغل ويبقى فيه فرصة ان انا احط وحدة اضاءة من تحت. انا ممكن ما اعملش الدور الاخير خالص اللي هو اعمله خماسي على 2 واحط وحدة الاضاءة اللي هي الشمعة الالكترونية او وحدة الصوت والضوء، بس انا عشان الشغل يبقى مقفول وشكله احلى فبكمل السطر الاخير خماسي على 2. خدت طبعا في اول مرة 3 خرزات، ودي تاني حلقة خدت فيها خرزتين. بدخل طرف الخيط اللي تحت في الخرزتين اللي واخدين شكل حرف التي، وطرف الخيط اللي فوق باخد فيه خرزتين بس، وبكمل الدور الاخير ده بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لغاية اخر حلقة. جيت على اخر حلقة بعد ما دخلت الخيط اللي تحت في الخرزتين اللي واخدين شكل حرف التي، بطلع في الخرزة كمان اللي فوقيهم عشان اقفل السطر. كده انا محتاجة خرزة واحدة بس علشان اقفل السطر ده. وبكده نهيت الشغل بتاعي. طبعا الخيط الزيادة ما بقصوش على طول، بدخله في حوالي 5-6 خرزات او اكتر من الشغل بتاعي، خرزات بترتيبها جنب بعض كده. وبعد كده بقص الزيادة وشطب الشغل بتاعي. شايفين شكلها جميل وديكور بصراحة قيم. اتمنى الفيديو يعجبكم، وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة ونفعل زر الجرس لصنع اشعار بكل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.